السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الفؤاد في كل مكان، طلاب تانية إعدادي، معاك مستر محمد علاء مدرس التاريخ والدراسات في اسكندرية. النهارده يا بطل ميعادنا مع الدرس الثاني، تاني حضارة بندرسها، حضارة بلاد اليمن وشبه الجزيرة العربية. أنا عارف إن درس العراق وفينيقيا طلع صعب شوية وفي معلومات ياما وفي أسامي ملوك ياما، بس الدرس ده أسهل بياما. خلي بالك من كل معلومة أنا بقولها، ويلا بينا نشوف الدرس الثاني بيقول إيه. يلا بينا بسم الله. قالك الدرس الثاني بيتكلم عن حضارات بلاد اليمن القديم. قالك بكل بساطة حضارة بلاد اليمن هي موجودة فين؟ بلاد اليمن قالك موجودة في شبه الجزيرة العربية. يبقى خلي بالك حضارة بلاد اليمن موجودة في شبه الجزيرة العربية. موجودة فين بالظبط؟ في الجنوب الغربي لشبه الجزيرة العربية. يبقى موجودة في الجنوب الغربي لشبه الجزيرة العربية. طب واحدة واحدة. قال لك نشأت على أرض بلاد اليمن القديم عدة حضارات بفضل موقعها الجغرافي المتميز. يعني يقصد يقول لك إن ظهرت كذا حضارة في أرض بلاد اليمن. أيوة، بما تفسر ليه؟ عشان هيجي لي سؤال كده. قال لك بما تفسر هنقول له كده بسبب الموقع الجغرافي. طب الموقع الجغرافي ده بيساعدنا على ايه؟ بيساعدنا على التجاره وبيساعدنا على التواصل الحضاري. يبقى قال لك عشان هو بيساعد على التواصل الحضاري. تواصل مع مين؟ مع شمال افريقيا، مع الحضاره المصريه القديمه، ومع حضارات شرق افريقيا، كما ارتبط بعلاقات تجاريه وثقافيه مع شرق اسيا والهند والصين. يبقى حضاره بلاد اليمن بكل بساطه كده قال لك عندنا هي حضاره ظهرت فين؟ في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية. طب هي نشأت على أرضها العديد من الحضارات بسبب الموقع الجغرافي. النتيجة بتاعت الموقع الجغرافي بكل بساطة ساعد على التواصل الحضاري. تاني، ساعد على ايه؟ التواصل الحضاري مع مين؟ مع شمال أفريقيا ومع شرق أفريقيا ومع آسيا، خصوصا الهند والصين. طب تمام. قال لك بلاد اليمن قامت بها العديد من الحضارات، ومنهم 3 حضارات هتدرسهم: معين وسبأ وحمير. يبقى كم حضارة احنا هندرسهم داخل بلاد اليمن؟ 3: معين وسبأ وحمير. قال لك طب تعالى نعرف عوامل قيام حضارات اليمن. هي ليه ظهرت حضارة برضو في اليمن؟ أول حاجة الموقع الجغرافي، تاني حاجة المناخ قلت لك قبل كده، وعلى ما أظن تالت حاجة هتلاقيها التضاريس، عشان كل ده بيأثر على قيام الحضارة. الموقع قال لك إن الموقع الجغرافي ساعد بلاد اليمن على نشأة الحضارة. ليه؟ أصل بلاد اليمن يا بيه بكل بساطة لو هنتخيل مع بعض كده إن ده كده الإقليم، إن ده كده خليج العربي، وادي كده شبه الجزيرة العربية، وادي كده ده البحر الأحمر. بكل بساطة إن بلاد اليمن ظهرت فين؟ قال لك ظهرت جنوب غرب شبه الجزيرة العربية. حلو. هنا دي بلاد اليمن ظهرت فيها كم حضارة؟ 3 حضارات. عندك معين، جميل جدا، وعندك سبأ، وعندك آخر واحدة إيه؟ حمير. حلو قوي. قال لك معين وسبأ وحمير. نركز بقى واحدة واحدة. معين وسبأ وحمير دول ظاهرين موجودين فين؟ في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية. جنوب غرب شبه الجزيرة العربية. يعني بلاد اليمن اللي ساعدها حضارات بلاد اليمن، الحاجة اللي ساعدتها اللي هي تزدهر وتبقى منتشرة وليها تأثير في باقي الحضارات الموقع الجغرافي. أيوة، ليه؟ عشان دي بتطل على بحر القلزم اللي هو البحر الأحمر، وبتطل كمان على البحر العربي، وبتطل على المحيط الهندي. فبالتالي بكل بساطة عوامل قيام حضارة بلاد اليمن، معنى كلمة عوامل معناها أسباب. هي ليه قامت حضارات بلاد اليمن؟ هنقول له كده بسبب الموقع الجغرافي ساعد على نشأة الحضارة. أيوة، عمل إيه؟ إنها بتطل على البحر الأحمر والمحيط الهندي، وكمان بتتحكم في مضيق اسمه مضيق باب المندب. معنى ذلك بتطل على بحر يبقى بتتاجر، يبقى هي سيطرت على الطرق التجارية. يبقى الموقع الجغرافي لبلاد اليمن كان ليه أهمية اقتصادية، تساعد على إيه؟ على التحكم في الطرق التجارية. طب المناخ؟ قال لك مش احنا اتفقنا عشان تقوم أي حضارة لازم يكون في مناخ معتدل؟ هتقول لي ادي يا عم المناخ المعتدل. قال لك كما ساعد اعتدال المناخ فوق المرتفعات على استقرار السكان. بلاد اليمن أرض عالية مش واطية، يعني أرض مرتفعة. وفي معلومة قبل كده درسناها في سنة أولى إعدادي إن كلما ارتفعنا 150 متر عن سطح البحر
من ال 1 درجه مئويه. يعني الارض مرتفعه، يعني الجو من الاخر في حر ولا معتدل فيه بروده شويه؟ قال لك لا، معتدل فيه بروده شويه. يبقى المناخ ساعد اعتدال المناخ، قال لك فوق المرتفعات على استقرار السكان، مما وفر بيئة مناسبة لقيام حضارة مزدهرة. يبقى المناخ المعتدل، نتيجة المناخ المعتدل ساعد على استقرار السكان. ساعد على ايه؟ على استقرار السكان. يبقى تاني، حضارة بلاد اليمن هم كام حضارة هندرسهم؟ 3: معين وسبأ وحمير. خلي بالك اليمن تقع فين؟ جنوب غرب شبه الجزيرة العربية. ليه ظهرت الحضارات؟ بسبب الموقع الجغرافي اللي ساعدها ان هي تسيطر على الطرق التجارية، وبتطل على البحر الأحمر والمحيط الهندي، وبتتحكم في مضيق باب المندب. المناخ معتدل ساعد على استقرار السكان. ويلا بينا نعرف حضارات بلاد اليمن القديم. قال لك ظهرت فيها 3 حضارات: معين وسبأ وحمير. قال لك ان حضاره معين نشأت فين؟ في منطقه الجوف، اخصاب المناطق. يعني اخصب المناطق، يعني معنى ذلك ان التربه خصبه، يعني معنى ذلك ايه؟ صالحه للزراعه. يبقى هي التربه خصبه، مالها؟ صالحه للزراعه. قال لك واتخذت من مدينه قرناو عاصمه لها. يبقى تاني، هي نشأت في منطقة الجوف، عملوا مدينة اسمها مدينة ايه؟ قرناو، واشتهرت بالتجارة والزراعة. يعني يجي يسألني في الامتحان ان النظام الاقتصادي لمملكة او حضارة معين، هنقول له التجارة والزراعة. التجارة والايه؟ والزراعة. طب جميل. حضارة سبأ، قال لك حضارة سبأ دي تمكنت من السيطرة على حضارة معين، واتخذت مدينة مأرب العاصمة. تاني كده، ان حضارة سبأ قدرت تنتصر على مملكة معين في حرب وضمتها لأرضها. وايه المدينة العاصمة بتاعتها السياسية؟ مدينة مأرب. طب يا عم تمام. اهتمت مملكة سبأ بالايه؟ قال لك اهتمت بالزراعة. يعني معنى ذلك فبنت سد اسمه سد ايه؟ مأرب. يبقى حضارة سبأ برضو هي عملت بالايه؟ الله ينور عليك، بالزراعة. واحب اقول لك كمان هي اشتغلت بالتجارة. يبقى هي اشتغلت بالايه؟ بالزراعة والتجارة. اشتغلت بحاجتين، بالله عليك ركز: الزراعة والتجارة. ومن اشهر حكامها الملكة بلقيس، وقصتها الشهيرة مع سيدنا سليمان. القصة بتقول ان قبل كده سيدنا سليمان عليه السلام كان طلع يتفقد الجيش بتاعه، فما لقاش حيوان صغير كده في الجيش، سأل عن مين؟ سأل عن الهدهد. الهدهد غاب عن الجيش او غاب عن الطابور العسكري من غير ما يستأذن سيدنا سليمان. ده كان الجن بيستأذن سيدنا سليمان، ازاي حتة طير ما يقدرش يستأذنه؟ فهو وعده، قال لك هو لو رجع انا هعذبه وهذبحه الا لما يجي لي بسلطان مبين. يعني معنى ذلك الا لما يجيني بسبب انا ما اعرفوش. فلما رجع له الهدهد رد عليه قال له احط بما لم تحط به، انا عارف حاجه انت ما تعرفهاش. فساله سيدنا سليمان. سيدنا سليمان قال له انت عرفت ايه؟ قال له انا عرفت ان في امراه والقوم بتوعها مش بيسجدوا لربنا، دول بيسجدوا للشمس. فدي كانت القصه بتاعت ملكه بلقيس. فطبعا سيدنا سليمان بعت ليها، قال لك مرسال صغير لبلقيس بيدعوها لعباده الله الواحد الاحد. فهي طبعا يعني هو طلب كمان ايه؟ زيارتها. فهي بعتت له هدايا، فطبعا هو رفضها، فطلب زيارتها. فهي لما راحت حصلت المعجزه الشهيره ان هو جاب لها العرش بتاعها. قال لك عندنا شبهه بالظبط لحد عنده هناك، على ما اظن هو كان موجود هناك في الشام. فمعنى ذلك المسافه كانت بعيده. طبعا اللي ساعده قال لك راجل ذو علم. الجن قال له انت اول، يعني كانك كنت قاعد على كرسي، اول ما تقوم هيكون العرش عندك. فواحد من ذو العلم كان عارف اسم ربنا الاعظم. يقول لك الاسم ربنا ال100 لو دعا بيه عبد قال لك ان تتنفذ كل مطالبه في الحياه. فبكل بساطه طبعا هنا انتصر رجل العلم على الجن، طبعا دي معروفه. فبكل بساطه ان الراجل ده دعا ربنا باسمه العظيم فحقق له المراد. ودي اختصار قصه ايه؟ بلقيس. طولت عليك فيها شويه بس عشان تبقى عارفها. يبقى تاني، تمكنت من السيطره على حضاره سبأ، تمكنت من السيطره على مناطق حضاره معين، وخدت مأرب عاصمه، واهتمت بالزراعه واهتمت بالتجاره. ومن اشهر الحكام الملكه بلقيس التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، التي عصرت زمن النبي سليمان وآمنت به، هي أسلمت. وقد ضعفت مملكة سبأ بعد انهيار سد مأرب.
تاني كده ان سد مأرب ده كان وراه ميه، صح؟ انهار مره واحده، فتحولت طرق التجاره من البر للبحر مما مهد الطريق امام مملكه حمير السيطره على سبأ. يبقى ايه النتيجه المترتبه على انهيار سد مأرب؟ سد مأرب ده كان مخزن وراه ميه، فحصل فيضان، فالناس ماتت والاقتصاد اتدمر بتاع مملكه سبأ، فبالتالي الجيش ضعف. فبكل بساطه ان بعد انهيار سد مأرب ضعفت مملكه سبأ. ايوه، ايه اللي حصل؟ تحولت طرق التجاره بدل ما تمشي في البر قرب مملكه سبأ بقت بتمشي في البحر. فمين اللي كانت بتطل على البحر؟ مملكه حمير، فاصبحت هي الاقوى وجت ضمت مملكه سبأ لارضها. يبقى تحولت طرق التجاره من البر للبحر مما مهد الطريق امام مملكه حمير السيطره على جميع المناطق التابعه لسبأ. حلو الكلام. تعال نتكلم عن حضاره حمير. قال لك عندنا الحميريون، مش الحماريون، الحميريون. قال لك هم احد فروع السبائيين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يقصد يقول لك اللي هم قرايب. هم ايه؟ قرايب. وتمكنوا من السيطره على المناطق التابعه لسبأ. امتى؟ قال لك بعد انهيار سد مأرب. يبقى بعد انهيار سد ايه؟ مأرب. ونقلوا عاصمه المملكه من مدينه ريدان لمدينه ظفار. تاني، اللي غيروا العاصمة من ريدان لظفار الحميريين، وتمكنوا بالتوسع العسكري الكبير حيث سيطروا على معظم مناطق اليمن القديم، ودخلوا في حروب ضد الأحباش والفرس. يبقى تاني اللي كان ليهم أعمال عسكرية أو كانت الحضارة العسكرية، قال لك هنقول له كده حضارة حمير أو مملكة حمير. خلي بالك من المعلومة دي، نقلوا العاصمة من ريدان لظفار، اهتموا بالتوسع العسكري. حلو الكلام. تعال نكمل. قال لك ملامح حضارة بلاد اليمن. تعال بقى نعرف ملامح الحضارة. عرفنا مملكة حمير ومعين وسبأ. تعال نعرف النظام السياسي كان عامل ازاي، الحكم بتاعهم كان عامل ازاي. هل هم كانوا قبائل موحدة ولا كانت كل قبيلة لوحدها؟ طب الحياة الدينية كانوا بيعبدوا ايه؟ الحياة الاقتصادية، الزراعة كانت عاملة ازاي، والصناعة كانت عاملة ازاي، والتجارة كانت عاملة ازاي؟ تعال نعرف. قال لك معنى كلمة الحياة السياسية معناها بكل بساطة زي ما قلنا في الدرس اللي فات نظام الحكم. طب جميل. قال لك عاش اليمنيون منذ القدم قبائل مستقلة، يعني كل قبيلة لوحدها. هنا ده لقبيلة وده لقبيلته الخاصة بيه، يعني قبائل متفرقة، ما كانوش دولة موحدة. ده كانوا بدو بيعيشوا حياة القبائل. البدو بيكونوا من قبائل أو من عائلات. عاش اليمنيون منذ القدم قبائل مستقلة، وكان كل قبيلة ليها الشيخ، شيخ القبيل هو ده المسؤول عنها والمسؤول عن حمايتها، كل الكلام ده. يعني معنى ذلك ليها رئيس، ان كل قبيله ليها شيخ هو الرئيس بتاعهم، هو اللي بيتحكم فيهم. ومع نشأة الممالك اليمنيه القديمه اصبح نظام الحكم ملكي وراثي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يقصد يقول لك قبل ما تظهر مملكه معين او سبأ او حمير كانوا عايشين قبائل. بس خلي بالك اول ما ظهرت مملكه، انا من اول الدرس هقول لك مملكه معين، مملكه سبأ، مملكه حمير. حلو الكلام. انا قلت مملكه، فطالما مملكه يعني حكم ايه؟ ملكي. خلي بالك وراثي. يبقى ظهر الحكم الملكي الوراثي امتى؟ بعد ظهور الممالك اليمنيه. طب يا عم ماشي، الملك لازم يكون ليه مجلس عام. يبقى المجلس العام كما احتفظت بعض القبائل بحقها في إدارة شؤونها. يعني في القبائل قالت احنا مش هنسمع كلام حاكم، احنا هنسمع كلام شيخ القبيلة بس. خلي بالك ظهر النظام الملكي الوراثي بعد نشأة الممالك، يعني بعد نشأة معين، بعد نشأة سبأ، بعد نشأة حمير. بس هم في الأول خالص كانوا النظام الحكم نظام قبلي، إن كل قبيلة ليها شيخ. طب حلو. تعال نتكلم عن الحياة الدينية. الدين العبادة قال لك برضو حصل فيها تعدد للمعبودات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كانوا بيعبدوا أكتر من إله، ولا إله إلا الله. تعددت المعبودات عند اليمنيين، وكان أبرزها عبادة النجوم والكواكب، فشيدوا لها المعابد. زي الملكة بلقيس، لو تفتكر القصة اللي أنا حكيتها لك، كانت بتعبد الشمس حتى أسلمت على يد سيدنا سليمان. يبقى تعددت المعبودات عند اليمنيين، كان أبرزها كانوا بيعبدوا النجوم والكواكب. النجوم والكواكب أقاموا لها المعابد. يبقى هم كان عندهم إيه في الحياة الدينية؟ قول ورايا: تعدد معبودات، عبادة نجوم وكواكب،
أقاموا لها المعابد. طب حلو. كما اعتقدوا برضو في الحياة بعد الموت، يعني معنى ذلك في البعث والخلود، اللي أنا هموت فترة مؤقتة وهعيش تاني. دي لك عندنا تأثرت الحضارة الحميرية بالديانات السماوية، حيث اعتنقوا اليهودية والمسيحية ثم الإسلام. تاني، تعدد المعبودات ده كان قبل الإسلام عموما، حلو الكلام، أو قبل ظهور الديانات السماوية. أول ما ظهرت الديانات السماوية يقول لك عندنا إن أهل حمير بدأوا يأمنوا بيها، فأمنوا بالأول باليهودية، بعد كده أمنوا بالمسيحية، وبعد كده دخلوا في الإسلام. يبقى تأثرت الحضارة الحميرية بالديانات السماوية، صح ولا غلط؟ أيوه صح. معظمهم أمنوا باليهودية، ومعظمهم أمنوا بالمسيحية، ومعظمهم أمنوا بالإيه؟ بالإسلام. تعال نكمل. قال لك الحياة الاجتماعية، المجتمع. قال لك احترم المجتمع اليمني القيم الأسرية. يعني إيه قيم أسرية؟ يعني العادات والتقاليد. قال لك عندنا واهتم الوالدان بتربية الأبناء، واعتمد اليمنيون في صناعة ملابسهم من الصوف والكتان. يبقى الحياة الاجتماعية هم كانوا بيعملوا إيه؟ صناعة الملابس من الصوف، خلي بالك، والكتان. هسألك سؤال، واحد بيلبس صوف واحد بيلبس كتان، معنى ذلك ان هم كانوا اغنياء ولا فقراء؟ معظم الشعب كده، الشعب معظمه فقير، ما قالكش في حد بيلبس حرير، صح؟ فبالتالي كانت معظم ملابسهم من الصوف والكتان. وتميزت حضارة معين بالتنظيم العادل للضرائب والعقود والمعاملات التجارية والميراث. يعني يقصد يقول لك ان مملكة معين اهتمت بالحكم عادل، كان حكمها عادلا، كان الملوك بتوعها يقول لك عندنا يتميزوا بالعدل. ازاي؟ قال لك بكل بساطه كانوا بيفرضوا الضرائب بالتساوي، والعقود والمعاملات التجاريه والميراث، كانوا بيوزعوا الميراث بحق ربنا. كما حظيت المراه برضو بمكانه مرموقه. اديني دليل. الملكه بلقيس، مش هي اصبحت الحاكمة مملكة سبأ؟ هتقول لي ايوه. يبقى وصلت الى ارفع المناصب زي الملكه مين؟ بلقيس. كما قال لك تم اصبح لحق المراه، قال لك عندنا الزواج وحق الوراثه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يقصد يقول لك ان هم اهتموا برضو، حظيت المراه بمكانه مرتفعه في بلاد اليمن، ليها الحق تتجوز مين وما تتجوزش مين، وليها الحق تورث، يعني لو والدها مات تورث فيه، لو جوزها مات تورث فيه. يبقى يقصد يقول لك ان المراه قال لك حظيت بمكانه مرموقه خصوصا في مملكه سبأ. ليه؟ علشان المرأة وصلت لأعلى المناصب. ملكة مين؟ الملكة بلقيس، هي حاكمة مملكة سبأ، مفيش أعلى من كده منصب. دي الحياة الاجتماعية. يبقى الحياة الاجتماعية صنعوا الملابس بتاعتهم من الصوف والكتان. يقول لك مملكة معين قايل لك عندنا فرضت الضرائب بالتساوي، واهتمت بالعقود والمعاملات التجارية والميراث. كما المرأة حظت بمكانة مرتفعة، ليها حق الجواز وليها حق الوراثه اللي هي تورث، وكمان وصلت لاعلى المناصب السياسيه زي الملكه بلقيس. الحاله الاقتصاديه، تعال نعرف الحاله الاقتصاديه يعني الفلوس. الاقتصاد بتاعهم كان ماشي ازاي؟ قال لك كان في زراعه. اديني دليل. مملكه معين كان فيها زراعه، مملكه سبأ كان فيها برضو زراعه. قال لك ازدهرت الزراعه في بلاد اليمن القديم بما تفسر بسبب توفر التربه الخصبه والمناخ. على فكرة المناخ بتاع بلاد اليمن مناخ مداري، أمطاره صيفية، فبالتالي وفرة الأمطار من الآخر والتربة الخصبة. يبقى ليه قامت الزراعة في بلاد اليمن؟ هنقول له كده بسبب التربة الخصبة والمناخ المناسب. طب هم زرعوا إيه؟ زرعوا الخضروات والفواكه والحبوب، قال لك على السهول وبرضه على المنحدرات الجبلية. خلي بالك هم زرعوا برضو على المنحدرات، يعني عملوا مصاطب، صح كده؟ يعني معنى ذلك تشابهوا مع مين؟ مع فينيقيا. خلي بالك من المعلومة دي بالله عليك. يبقى هم تشابهوا مع فينيقيا. يبقى الحياة الاقتصادية يقصد بها الفلوس. قال لك أول حاجة الزراعة. ظهرت الزراعة فين؟ في مملكتين، مملكة معين ومملكة سبأ. ازدهرت الزراعة في بلاد اليمن القديم بسبب توفر تربة خصبة ومناخ معتدل أو مناخ مناسب. زرع أهل اليمن الخضروات والفواكه والحبوب. أيوة فين؟ على السهول. وإيه تاني؟ على المنحدرات. مين قلدهم؟ الفينيقيين. يبقى تشابهت حضارة اليمن، عشان هجيبها في الامتحان، تشابهت حضارة اليمن مع حضارة فينيقيا في زراعة إيه؟ المنحدرات الجبلية. خلي بالك من المعلومات دي. واهتموا بمشروعات الري وتربية الحيوان، ووضعوا قوانين لتنظيم الضرائب. يبقى هم وضعوا قوانين لتنظيم الضرائب الزراعية. ايه تاني يا عم؟ الصناعة. اشتهرت بلاد اليمن القديم بصناعة الأواني المعدنية
والفخاريه اللي هو شبه القله كده، يقول لك صناعه طمي اللي هو زي البرام، دي اسمها صناعات فخاريه. يبقى اشتهرت بلاد اليمن القديم بصناعه الاواني المعدنيه والفخاريه، وصناعه الاسلحه زي السيوف قال لك والخناجر والاقمشه الحريريه وكمان الجلود. طب تمام، يبقى هم كان عندهم صناعة أواني معدنية وصناعة فخارية وصناعة عسكرية، نلخصها مع بعض. يبقى هم كان عندهم صناعة معدنية مش بس كده، وصناعة فخارية، وإيه تاني يا عم؟ وصناعة عسكرية. تعال نتكلم عن التجارة. قال لك كانت التجارة النشاط الرئيسي لبلاد اليمن، يعني أكتر حاجة كان بيعتمد عليها أهل اليمن التجارة، رحلة الشتاء والصيف. قال لك كانت التجارة النشاط الرئيسي. طب ليه يا عم التجارة مزدهرة في بلاد اليمن؟ أقول وأنا مغمض: بسبب الموقع الجغرافي، قلت لك قبل كده في اول الدرس. يبقى تاني التجاره كانت مالها؟ كانت مزدهره. طب ليه؟ قال لك بسبب الموقع الجغرافي، ان هي بتتحكم في الطرق التجاريه، كمان ان اليمنيون عملوا مواني على البحار زي ميناء عدن، وسيطروا على طريق البخور، وفرضوا الضرائب على البضائع المره باراضيهم. يعني معنى ذلك لو احنا كده هنتخيل مع بعض ان دي كده هنا كده دي بلاد اليمن، قال لك في تاجر ماشي كده هيعدي على بلاد اليمن، ادفع ضريبه عشان انت عديت على الارض بتاعتي، على الدوله بتاعتي. يبقى كانت التجاره النشاط الرئيسي. يبقى خلي بالك، اكتر الانشطه المنتشره في بلاد اليمن، اكتر الانشطه الاقتصاديه المنتشره في بلاد اليمن هنقول له بكل بساطه التجاره. طب ليه؟ قال لك بسبب الموقع الجغرافي، ازدهرت التجاره بسبب الموقع الجغرافي، فسيطروا على الطرق التجاريه، وكمان عملوا تجاره بحريه لما اسسوا المواني زي ميناء عدن. حلو الكلام. قال لك ومن اشهر المنتجات اللي صدروها البخور والالبان والعطور. حلو الكلام، تمام. ثم الحياه الفكريه العلميه، التعليم. قال لك هل اهل اليمن كانوا جهله؟ قال لك لا، ما كانوش جهله، دول كانوا بيعبدوا النجوم والكواكب، صح؟ يعني عارفين الاماكن بتاعتهم، يعني ده تقدم في علم ايه؟ الفلك. بنوا سد مأرب، صح؟ اكيد طبعا مش اي حد يعرف يبني سد، يبقى ده بيدل على التقدم في علم ايه؟ الهندسه. الحياه الفكريه. قال لك الحياه الفكريه، هل كان اهل اليمن او اهل بلاد اليمن كانوا جهله؟ هتقول لي لا، اديني دليل يا مستر. هقول لك. قال لك هم كانوا بيعبدوا النجوم والكواكب، صح؟ هتقول لي اه، يعني عارفين اماكنهم، يعني ده بيدل على التقدم في علم الايه؟ الفلك. بنوا سد مأرب، مش اي حد يعرف يبني سد، فاكيد هم ده بيدل على التقدم في علم الهندسه، صح ولا الكلام؟ حلو قوي. وكمان هم اخترعوا كتابه ليهم خاصه بيهم اسمها خط المسند او الابجديه بتاعتهم. الابجديه بتاعتهم دي كانت بتتكون من 29 حرف. طب انه اقدم، اليمن ولا الابجديه الفينيقيه؟ الابجديه الفينيقيه اقدم، والابجديه الفينيقيه اشتقت منها اللغات الاوروبيه الحديثه زي ايه دلوقتي؟ الانجليزي، الفرنساوي، الايطالي، كل اللغات اللي بتاعت اوروبا دلوقتي. بس خلينا في بلاد اليمن. استخدم اليمنيون الابجديه الحميريه. الابجديه الحميريه تعرف باسم خط المسند، وهي تتكون من 29 حرف، وقد عثر على ذلك في نقوش على جدران المباني والمعابد الاثريه ليهم. طب المهم، هم تقدموا في علم ايه؟ قال لك علم الهندسه وعلم الفلك. علم الهندسه امتى؟ لما بنوا سد مأرب. هو مش هيقولها لك في الكتاب، هم لما بنوا قال لك عندنا سد ايه؟ الله ينور عليك على الرد، لما بنوا سد مأرب. طب والفلك؟ عملوا تقويم السبئي زي التقويم الشمسي، اعتمدوا فيه على الفصول الزراعيه. التقويم الشمسي بيعرفني اوقات الزراعه، اوقات الفيضان، واوقات الحصاد، واوقات البذر. فبالتالي ان اهل سبأ عملوا التقويم السبئي، حددوا فصول السنه الزراعيه. يبقى اللي حددوا فصول السنه الزراعيه قال لك حضاره سبأ، المتقدمين في علم الهندسه والفلك، عشان لو رخم عليك في الامتحان سبأ. كما استخدموا حركه النجوم في ايه تاني؟ قال لك في تحديد الاتجاهات. من الاخر استخدموا في حركه النجوم في معرفه الاتجاهات. ايوه، معرفه الاتجاهات ده هيفيدني في ايه؟ هيفيدك في التجاره. ما انت مش انت رايح مكان، انت لازم تروح مكان. انا طالع مثلا من هنا، لازم اروح المكان اللي فوق، لازم اروح السوق هنا. طب هل هم اصلا كمان كان عندهم نظام جي بي اس مثلا وجوجل مابس والحاجات اللي احنا دلوقتي بنعتمد عليها؟ اكيد لا. فهم كانوا بارعين في علم الفلك. امشي ورا النجم ده شمال، هتمشي ورا النجم ده شرق، هتمشي ورا النجم ده غرب.
وهكذا. فيقصد يقول لك بكل بساطه ان هم استخدموا حركه النجوم في تحديد الاتجاهات، ساعدهم في ايه؟ في التجاره، سواء كانت بريه او بحريه. حتى ربنا في القران الكريم قال لك وجعلنا لكم النجوما لتهتدوا بها في البر والبحر، يعني انت عشان تعرف بيها الطريق. العماره والفنون، المباني، قال لك برع اليونانيون في العماره والهندسه والبناء. اديني دليل. بنوا القلاع والحصون والمعابد، وكمان بنوا القصور المزخرفه زي قصر الملكه بلقيس. تميزت بروعه التصميم والزخارف، حيث كانت تطعم الابواب والاسقف بالعاج والذهب والفضه والاحجار الكريمه. يبقى هم بنوا ايه؟ اقول لك عندنا بنوا السدود زي سد مأرب. بنوا ايه تاني؟ قال لك بنوا القلاع، وبنوا كمان المعابد، وكمان قال لك بنوا القصور بتاعتهم، وكانت القصور تطعم بالذهب والفضه والاحجار الكريمه. واكتر حاجه منتشره في العماره والفنون بتدل ان هم كانوا بيعرفوا يبنوا كويس سد مأرب، الذي يعد من اعظم الانجازات الهندسيه في العالم القديم. ما النتيجه المترتبه على انشاء سد مأرب؟ ساعد على طبعا على ايه؟ على قيام الزراعه وزياده مساحه الاراضي الزراعيه. انا لما اعمل سد انا بوفر ميه، فهعرف استصلح اراضي. يبقى ايه اللي حصل لما بنوا سد مأرب؟ هنقول له كده زياده المساحه الزراعيه. يبقى النتيجه ايه؟ زياده المساحه الزراعيه، مساحه الاراضي الزراعيه، يبقى قيام الزراعه. طب تمام، تعال نعرف بقى التواصل الحضاري. قال لك بين مصر وبلاد اليمن، هل كان في تواصل؟ يعني مصر كانت بتتاجر مع بلاد اليمن؟ هقول لك كانت هناك علاقة تجارية بين حضارة بلاد اليمن والحضارة المصرية، حيث عثر على النقوش في أحد المعابد عندنا توضح إن دولة معين كانت تصدر لمصر البخور والعاج. جميل، اللي احنا كنا بنستخدمه عندنا في الطقوس الدينية، وكمان احنا كنا بنستورد منهم مواد التحنيط. جميل، نستورد منها كمان الكتان والذهب. يبقى تالي كانت هناك علاقة تجارية بين حضارة بلاد اليمن القديم والحضارة المصرية، إن مصر كانت بتاخد من بلاد اليمن البخور الذي كان يستخدم في الطقوس الدينية والتحنيط، ونستورد منها كمان الكتان والذهب. حلو الكلام؟ جميل جدا. قال لك كده تعالى نتكلم بقى عن النهاية، نهاية بلاد اليمن، نهاية حضارات بلاد اليمن. أول حاجة غزو الأحباش. مش فاهم؟ تعالى أفهمك. قال لك بكل بساطة لو أتخيل كده إن ده الخليج العربي مع بعض، وآدي يا عم ده البحر الأحمر. جميل؟ قال لك وادي بلاد اليمن، وآدي دي كده قارة أفريقيا. حلو الكلام؟ جميل. قال لك بكل بساطة في ناس هنا كانت ساكنة هنا. في ناس كانت ساكنه هنا اسمها بلاد الحبشه، لو هنفتكر من السنه اللي فاتت. من الاخر بنسميهم الاحباش، اللي هم كانوا بلاد بنط. كانوا عايزين يجوا يحتلوا اليمن وحاولوا كذا مره. ظلت حمير دوله مستقله قويه حتى تولى ذو نواس الحكم. قال لك واضطهدوا المسيحيين في اهل اليمن حتى وصلت اخبارهم لملك الحبشه او مملكه اكسوم الذي خرج لليمن وهزم ذو نواس وسيطر على بلاد اليمن. يعني يقصد يقول لك ان ملوك الحبشه سابوا ارضهم من افريقيا وراحوا شبه الجزيره في اسيا علشان بكل بساطه ان ذو نواس اضطهد المسيحيين، يبقى ما كانش عنده تسامح ديني. فطبعا ان اهالي الحبشه كانوا مسايحه فراحوا يدافعوا عن الدين. يبقى بما تفسر، قال لك بما تفسر مجيء الغزو الحبشي على بلاد اليمن، هنقول له بسبب اضطهاد الملك ذو نواس قال لك للمسيحيين في بلاد اليمن. ايوه، ايه النتيجه اللي حصلت؟ فذهب ملوك اهالي الحبشه قال لك لغزو مين؟ اليمن. قال لك وبعد ما عرفنا غزو الاحباش تعالى نتكلم عن الغزو الفارسي. الغزو الفارسي ظلت بلاد اليمن تحت حكم مين؟ تحت حكم الاحباش. حلو. طب اهل اليمن عملوا ايه؟ قال لك استعانوا من الاخر كده، استعانوا بملوك الفرس. تاني كده استعانوا بايه؟ بملوك الفرس. انا مش فاهم، تعال نرجع للخريطه اللي احنا راسمينها فوق. هنا كانت في بلاد الفرس اللي هم بلاد اهل فارس. هنا كان الاحباش خلاص احتلوا بلاد اليمن، فاهالي اليمن طلعوا استعانوا بملوك الفرس، وجاب الفرس الجيش بتاعهم وتخلص من الاحباش، طردهم من اليمن. طب معنى ذلك هل الفرس هيسيبوا بلاد اليمن؟ لا طبعا، احتلوها هم. يعني هم مشوا احتلال الاحباش وهم اللي احتلوها بعديهم، هم اللي مسكوها، هم اللي سيطروا على بلاد اليمن. فمعنى ذلك بكل بساطه قال لك ظل اهل بلاد اليمن القديم، قال لك عندنا بقياده الامير
سيف ابن يزيد المساعد قال لك طلب المساعده من مين؟ من الفرس. طب هو ليه طلب الملك سيف المساعده؟ قال لك بسبب لطرد الاحباش من اليمن. يبقى تاني قال لك عندنا طلب الملك سيف ابن يزن سيف ابن يزن المساعده من مين؟ قال لك من الفرس. طب يا عم ماشي، انت ليه طلبت المساعده من الفرس؟ قال لك لطرد الاحباش من اليمن. ان اليمن كانوا مسيطرين علينا، ان الاحباش كانوا مسيطرين عليها، وانا عايز استقل بالدوله بتاعتي. فطبعا لما طلب المساعده من اهل الفرس هم طردوا الاحباش تمام وكل حاجه، ولكن هم اللي ظلوا استمر حكم الفرس لليمن حتى ظهور الاسلام. يعني هم مشوا الاحباش من هنا، هم مسكوا اليمن من هنا. يعني معنى ذلك هم ما حرروهاش من الاحتلال ولا حاجه، ده كان هو مفكر غلط. الملك سيف الامير سيف او الملك سيف ده كان مفكر غلط. هو استعان بالفرس، واهل الفرس برضو اهل احتلال، فمشوا الاحباش وهم اللي احتلوا اليمن. يعني كان الراجل ده كان ذكي سياسيا جدا الصراحه. المهم قال لك طب استمر امتى حكم الفرس لبلاد اليمن؟ حتى ظهور الاسلام في القرن السابع، وكده يكون بلاد اليمن انتهت. او قال لك بكل بساطه انهارت مملكه معين، انهارت وسبأ انهارت وحمير انهارت. طبعا انهارت بسبب غزو الاحباش، بسبب اضطهاد الملك ذي نواس. قال لك عندنا المسيحيين، فحصل ايه؟ ان الامير سيف طلب المساعده من مين؟ من اهالي من الفرس. فالفرس جم طردوا مين؟ الاحباش، ولكن هم فضلوا مسيطرين على اليمن لحد ظهور الاسلام. كده يكون الدرس الثاني في الوحده الثانيه معانا خلص. درس سهل ما فيهوش معلومات ياما، قال لك بسيط جدا. اهم حاجه تكون مركز معاها في الشرح، واتمنى تفضل تشترك معانا في القناه وتفعل معانا زر الجرس، عشان انا هعمل فيديو مراجعه للوحده الاولى عشان امتحان الشهر. اتمنى اكون قد المسؤوليه معاكم. انا معاك لحد ليله الامتحان، وكان معاك مستر محمد علاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.